السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بجزء تاني من الابراج باختصار، وبرج النهارده هو برج العذراء. ولكن قبل ما ابدا اتاكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي ومفعلين جرس. وخلينا نبدا. اول حاجه عاوزه اقولها، يا عذراء يا عذراء، قوه التركيز عندك هايله. يعني لو انتوا عاوزين حد يشوف حاجات محدش ملاحظها، مش يحس، يشوف. العذراء يمتلك قدره على القراءة ما بين السطور مش موجودة عند أي برج تاني، وعنده القدرة إن هو يحلل حاجات في دماغه مش زي أي برج تاني. وأنا بشوف إن العذراء من أذكى الأبراج، وذكائه خاص جدا فيه ومختلف عن كل الناس، عشان هو برج ترابي زي ما انتوا عارفين. والبرج الترابي بيحب ان هو يوصل للحاجة بعد مثابرة وشغل وتعب، مش بيأمن ان في حاجة بتحصل كده وانت جبت له حاجة كده هيشك. العذراء شكاك جدا على فكرة، بيشك في خياله حتى، يعني هو شايفين الخيال بيشك فيه. العذراء من سن صغير بيتعرض لخذلان كتير جدا، وبيفهم ان في الحياة دي الانسان اللي ماشي وهو واثق في كل الناس اكتر انسان خسران. فبيبدأ من سن صغير يخلق لنفسه زي الارمز كده، منبهات في دماغه ان الانسان لما بيعمل كده يبقى هو هيعمل كده، والانسان لما بيتصرف بالطريقة دي يعني هو هيعمل كده. هتلاقي ان معظم يعني 99.9% من العذراء بيعانوا من مشاكل في المعدة. ليه؟ علشان معدتهم حساسة جدا. الناس مش فاهمة بقى ان حساسية المعدة دي مش بتيجي بس من التوتر، دي بتيجي علشان العذراء مش بيحس بالطريقة اللي كل الناس بتحس بيها. يعني مثلا انت عندك السرطان بيحس بمشاعره، بيعيط، والعذراء كمان كل الناس بتعيط، بس العذراء مش بيحس كده. العذراء اما بيحس بتتخزن المشاعر دي، بتتخزن في بطنه، فبيحس بقى في مشاكل في بطنه. كل ما بيتضايق كل ما بيزعل هتلاقي ان بطنه بتشد عليه، بتضايقه، عشان العذراء حساس جدا لطاقة الناس اللي حواليه، وحساس جدا برضو للانتقادات اللي بيتعرض لها من سن صغير. وده اللي بيخليه لما يكبر يكون انسان ما بيعملش حاجة غير انه بينتقد. ما تزعلوش مني، بس العذراء بينتقد كتير، بيساعد كتير صح، وبيفكر بحلول كتير للناس، وبيساعد الناس بطرق محدش يتخيلها. بس بنفس الوقت من جوه هتلاقي ان في حزن جوه، هتلاقي ان هو حاسس جوه ان مفيش حد فاهمني وانا مش عايز حد يفهمني. تحس ان هو بايع الدنيا دي كلها، وده خطر عشان الانسان لما بيوصل للمرحله دي بيبقى انسان مكتئب. وهتلاقي ان معظم العذراء مش حوار مكتئبين بس مش سعداء في حياتهم، عشان هم من كتر ما بيركزوا على الحاجات، حتى في الفرح وحتى في اللحظات السعيده بيركزوا على التفاصيل الصغيره. صوتهم الجوه ده اللي هو بيفضل شغال طول الوقت بيقول لهم طب ممكن حاجة وحشة تحصل، طب ممكن الشخص ده يحصل له حاجة، طب ممكن مش عارفة ايه دي تقع كده. عقله ودماغه شغالة. عطارد بيحكم الجوزاء والعذراء اللي هو كوكب التفكير، فهتلاقي دماغهم دايما شغالة مش بتنام أبدا. وعندهم برضو مش شرط يكونوا منظمين، وانا معظم العذراء اللي قابلتهم في حياتي ما كانوش منظمين كحياة، ولكن افكارهم كانت منظمه. لما بيتكلموا بيقولوا كلمه ورا بعض، حاجه مفهومه، حاجه تفهمها. عندهم خفه ظل، بيعرفوا ازاي ان هم يخشوا قلب اي حد قدامهم بذكائهم. دايما بيدوا احساس انا بريء، انا لذيذ، انا كده، ويخشوا قلوب الناس بالطريقه دي. يعني مش متعالي ومش متكبر. لو كده بقى، لو لقيت عذراء شايف نفسه بالزياده بقى وكده زي مثلا وائل كفوري مثلا شايف نفسه كتير، هتلاقي ان عنده في خريطته الفلكيه برج اسد. وبرضه هتلاقي ان العذراء ده اتطحن جامد في الحياه، فحس ان طريقته الوحيده ان هو يطلع من القرف اللي هو فيه ان هو يشوف نفسه، فبيبدا ان هو يشوف نفسه. ده غير ان صراحه العذراء بيطلع له، عشان العذراء بيتعب جدا في اي حاجه بيعملها وبجد بينجح نجاح باهر، عشان بيركز في كل التفاصيل الصغيره اللي بجد محدش مركز فيها اصلا. في الحب هتلاقيه انتقائي جدا، مش بيحب اي حد بسهوله، مش اللي هو انا شفت حد في الشارع وحبيته، مش كده. ولو كده فهتلاقي عنده نقص حنان. بس بشكل عام هو انتقائي جدا، ومن الناس اللي في العلاقات بيحب جدا يكون مع انسان بيهتم في نظافته الخاصه. هتقولوا لي كل الناس كده، لا، العذراء بيتضايق. يعني العذراء ممكن يتعصب لما يلاقي في حاجه، مثلا حد مش مهتم في ريحته بهدومه كده. لا، العذراء بيحب جدا الانسان يكون نظيف قلبا وقالبا. واعرف رجاله كتير عذراء بيهتموا قوي في النظافه حتى في بيوتهم، يعني عندهم كده زي هوس في الموضوع. بس مشكله العذراء ان ممكن تلاقي ان هو في بعض الاحيان بيبقى قاسي، في لحظات ممكن يكون فيها الين من كده بيكون قاسي، بيختار القساوه عشان هو تحس ان محدش بيسمعه. العذراء كده في طفولته او بصغره بتحس ان محدش كان بيسمعه، فبيكبر هو حاسس ان محدش هيسمعني، طب خلاص يعني مش عايزه اقول حاجه اصلا.
فالغضب ده اللي جواه بيترجم بانه يكون قاسي في مواقف كتير، بدل ما يتكلم ويقول هو حاسس بايه يفضل ان هو ما يقولش حاجه خالص. وفي الحب ممكن نقول هو من اصعب الابراج ان انت تكون معاه في علاقه حب، بس من اكتر الابراج اللي بتدي في الحب، مش بيبخل ابدا على الانسان بيحبه. لو هو بخيل معاكي يبقى مش بيحبك خالص صراحه. وعلى عكس ما الناس بتشوف ان هو ايه بقى بريء جدا وكده، هو بجد يعني نسوانجي الصراحه. انا بتكلم عن الراجل، والست دايما هتلاقي ان في ناس كده حواليها كده، عشان ناس ملفتة للنظر، عشان ناس مختلفة عن الباقي، عندهم بساطة وفي نفس الوقت عندهم رقي، وعندهم حاجة بتميزهم، عندهم ذكاء حاد. زي ما أنا شرحت الجوزاء، بس الجوزاء على طفولي شوية، على ذكاء طفولي، على طاقة طفولية. العذراء حد راكز كده، حد تقدر تعتمد عليه، إنسان ذكي، إنسان بيعرف حاجات كتير، بيسأل أسئلة كتير، ما بيحبش يقعد هو مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة. إنسان زي ما قلت تقدر تعتمد عليه، ودي من أهم الحاجات اللي ممكن أي إنسان يكون عاوز يعملها مع حد. فالعذراء عنده النقطة دي وجميلة جدا فيه. لو أنت عاوز عذراء يكرهك، كون إنسان مش مستقر معاه، قول له حاجة واعمل عكسها. اتأخر على موعد، مثلا انت اللي هتروح تقابله الساعة 8 روح الساعة 9، مش هيستناك، ما عندوش الصبر انه يستنى عشان هو ملتزم جدا. كركب له حياته، مش بس حياته في بيته، كركب له حتى افكاره، دخله في حتت كتير وحسسه ان هو مش فاهم حاجة. دي اكتر حاجة بيكرهها العذراء. ولو عاوز عذراء يحبك، حسسه انه انت اللي هديه، خليه يكون مرتاح معاك، خلي دماغه تفصل، وفر له مكان نظيف ومترتب، مكان يقدر يفصل فيه ويكون فيه مرتاح، اديه مساحته. العذراء زي العقرب، لازم من وقت للتاني يكون عنده كده مساحة لنفسه، ما بيحبش يختلط كتير، مش اجتماعي زي ما الناس فاكرة. فدي مساحته وحريته، وهو هيرجع لك تاني لو بيحبك. اهم حاجة ما تضغطش عليه وما تنتقدوش، خليه هو اللي ينتقد وانت قول له ماشي عشان تنجح في العلاقة. فده كان الفيديو عن برج العذراء. اكتبوا تحت في التعليقات انتوا رأيكم ايه المعلومات اللي انتوا عاوزين تشاركوها عن برج العذراء. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على قناة وتفعلوا الجرس، وهحط لكم هنا البلاي ليست اللي عملته عن برج العذراء. وزي ما قلت في كل فيديو، ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامة.